بيبدأ فيلم النهارده مع رسام اسمه فين، وكان بيرسم لوحة وهو قاعد في شقته، وبتكون حبيبته كالي وصاحبه جاسبر عايشين معاه في نفس البيت، وبيكون فين مدير المجمع السكني اللي هم عايشين فيه، وكان جاسبر صاحبهم مدمن على لعب القمار. وفي يوم بيقابل فين حارس الامن بتاع الحي وكان اسمه جو، وبيعزموا على حفلة في بيته بعد يومين، وبعدها بيجي لهم تليفون من صاحب عقار الحي وبيقول لهم ان جارهم اللي اسمه مستر بي متأخر على دفع الإيجار. فبتروح كالي على بيت مستر بي عشان تعرف هو متأخر على دفع الإيجار ليه، ولما وصلت على البيت بتخبط بس محدش بيفتح لها، وبتلاحظ ان في جرايد كتير قدام باب مستر بي، وده كان معناه ان هو مش موجود في البيت بقاله فترة كبيرة. وبتدخل كالي البيت بمفتاح احتياطي كان معاها، وبنروح عند فين وجاسبر وكانوا في البيت، وبترجع عندهم كالي وبتقول لهم انها لقت حاجة غريبة في بيت مستر بي، وبيروحوا معاها على بيته وبيلاقوا حيطة عليها صور كتير لبيتهم اللي هم عايشين فيه، وبكده كان مستر بي بيصورهم من شباك الصالة. وبيفتكر جاسبر ان مستر بي كان بيتجسس عليهم، وبيلاحظوا ان في صور على الحيطه مش موجوده. ولما بيلف فين بيلاقي الاله اللي بتطلع الصور، وكانت عباره عن كاميرا ضخمه متوجهه على شباك الصاله بتاعتهم، وكان طالع منها صوره وكانت لصاله بيتهم وفيها الشماعه اللي في الصاله وكانت واقعه على الكنبه. وبعد كده بيرجعوا على بيتهم وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتروح كالي تعلق هدومها على الشماعه لكنها بتقع على الكنبه، وبياخدوا بالهم ان نفس الشماعه اللي واقعه هو نفس الشكل اللي في الصوره اللي لقوها طالعه من الكاميرا، وبيفهموا ساعتها ان الكاميرا بتصور صوره للمستقبل في 24 ساعه. وبيرجعوا تاني عند الكاميرا وكانت مطلعه صوره اليوم بكره، وكانت صوره الحفله في بيتهم، وبيتصدموا كلهم. ولكن جاسبر ما كانش عايز يصدق اللي بيحصل. وبتشوف كالي مذكرات مستر بي، وكان كاتب فيها ان هو شاف موته من خلال الكاميرا، وانه قرر يعمل عكس اللي في الصوره عشان ما يموتش. وبيبص فين في الصوره وبيلاحظ ان كلهم متصورين الساعه 8 بالليل، مع ان في صوره متصوره بالنهار وفي صور مش موجوده اصلا. وبيقرروا يروحوا على مخزن مستر بي، ولما بيدخلوا بيلاقوا جثته كانت متعفنه، وبيلاحظوا ان وشه كله محروق لكن لبسه كان زي ما هو. وبيقول جاسبر ان مستر بي اكيد مات بسبب لعنه لانه تحدى المستقبل. وبعدها بيرجعوا على بيتهم وبيقترح عليهم جاسبر ان هم ممكن يستغلوا الكاميرا في لعب القمار عشان يكسبوا، ولكن فين كان معارض للفكره دي، وبتقول كالي انها فكره كويسه وبتوافق. ولما بيدخل الليل كان ميعاد الحفله في بيتهم، وكان جاسبر بيرقص مع كالي، لكن فين كان في بيت مستر بي وبيصور بتليفونه صوره الساعه 8 بالليل، وبيلاقي ان الصوره اللي على تليفونه هي نفس الصوره اللي طلعت من الكاميرا امبارح. وبتطلع صوره تانية من الكاميرا وكانوا هما الثلاثه مع بعض، وكانوا لازقين ورق على ازاز الشباك فيها توقعات القمار من اليوم اللي بعده. وتاني يوم وكان فين لسه معارض للفكره بتاعت الغش في القمار، وبتقول كالي انهم لازم ينفذوا اللي في الصور، وانهم ما يتحدوش المستقبل ويموتوا زي مستر بي بسبب اللعنه. وتاني يوم بتروح كالي على بيت مستر بي وبتشيل الجرايد الكتير اللي كانت قدام الباب، وبعدها بتسقي الزرع، وده كان عشان محدش ياخد باله من اختفاء مستر بي. وبيبص فين في صور المستقبل وبيرسم لوحه من الاحداث اللي لسه هتحصل، وده كان بيوفر عليه التفكير في انه هيرسم ايه النهارده. وكان جاسبر كل يوم بيلزق ورق على الشباك بنتائج القمار، وبعد كام اسبوع وكانوا كسبوا فلوس كتير من القمار بسبب الصور، وما كانش حد حاسس بموت مستر بي. وفي يوم بيلاقوا صوره وكان فيها جاسبر وكالي وكانوا بيبوسوا بعض، وكان فين في الصوره ومش واخد باله وبيرسم قدامهم. ولما شافها فين كان متضايق طبعا، لكنهم كانوا لازم ينفذوا اللي في الصوره عشان خايفين من تحدي المستقبل. وفي اليوم اللي بعده بالليل الساعه 8 وابتدوا ينفذوا اللي في الصوره، وبعد كده بيروحوا على بيت مستر بي عشان يشوفوا اليوم اللي بعده، وبيلاقوا واحد اسمه ايفن وكان هو اللي بيسجل اسماء اللي بيلعبوا قمار، وكان قاعد مع جاسبر في الصاله في الصوره. فبيتخضوا وبيقلقوا عشان ايفن معروف عنه انه مجرم وخطير. وبعدها بيوم وكان جاسبر باين عليه ان هو قلقان وخايف، وكان قاعد على الكنبه ومستني ايفن وبيوصل فعلا، وما كانش مستريح لجاسبر لانه كان دايما بيكسب في القمار، وكان عايز يعرف ازاي. وبيقول له ان هو اكيد بيغش وبيهدده، وبيقول له جاسبر ان هو هيديله نسبه بس يسيبه في حاله. وبعدها بيدخلوا عليهم فين وكالي بصوره اليوم اللي بعده، وكان فيها فين بيرسم حبيبته كالي من غير هدوم، وكان باين في الصوره الظل بتاع جاسبر وكان بيتجسس عليهم من الشباك. وبياخد ايفن باله من الصوره وبيمشي. وتاني يوم وكان فين بيستعد عشان يرسم كالي الساعه 8 بالليل، وبيروح وبيبص في الشباك لكنه بيلاقي ان الظل اللي في الصوره ما كانش لجاسبر، ده كان ايفن. وبيدخل عليهم ايفن وكان معاه المسدس بتاعه وابتدى يهددهم، وبيقولوا له على سر الكاميرا، وبيعملوا اتفاق ان ايفن يشترك معاهم في الغش في لعب القمار، وانهم يعملوا كده كل يوم، وانه ياخد نسبه كبيره ليه، وبينفذوا اللي ايفن امرهم بيه. وفي يوم بيشوف فين في صوره انه مرسوم في لوحته رسم الجمجمه، ودي كانت رمز الموت وما كانش ده من عاده رسم فين، واكيد ده كان ليه معنى ورساله. وفي اليوم اللي بعده كان جاسبر قلقان ومش عارف ايه اللي هيحصل، وكان مستعد وجايب معاه اسلحه وادوات حاده، وبيفضل يتمرن عشان لو حصل حاجه. ولما بيدخل الليل بيروح حارس الامن بتاع الحي واللي كان لسه مترقي ضابط شرطه من قريب، وبيدي لفين الكارت اللي مكتوب فيه ان هو شرطي، وكان مركز متابعه وبيراقبهم من العربيه. وبعدها بيروح فين البيت وبيقول لجاسبر على اللي حصل، وبيبقى ايفن وماركس شاكين في جو، وبيلاقوا الكارت بتاعه مع فين، وبيسالوا ايه علاقته بجو الظابط، وبيهددوه هو واصحابه بالقتل. وبيقول جاسبر ان هو شاف صوره بكره اللي فيها ايفن بيتقتل على ايد ماركوس عشان يوقع بينهم، وبيشك ايفن في ماركوس وبيروح على بيت مستر بي عشان يشوف الصوره، وفعلا بيتاكد وبيروح ويطعن ماركوس وبيقتله، وبيظهر جاسبر وبيضرب ايفن وبيقتله برضه. وبيروحوا بعدها وبيخبوا الجثث في مخزن مستر بي، وبيلاقوا في الصوره بتاعت بكره جاسبر وهو قاعد على الكنبه وقدامه فلوس كتير،
وبعدها بياخدوا فلوس القمار بتاعت ايفن واللي كانت ملايين الدولارات. وفي الوقت ده بيقترح عليهم فين ان هم يقسموا الفلوس دي ويسافروا بره البلد ويهربوا، لكن جاسبر وكالي ما كانوش موافقين. ولما بيدخل الليل في حد بيخبط على الباب، ولما بيفتحوا بيتفاجئوا بواحده صاحبه مستر بي وكانت بتدور على صاحبها. وبيظهر جاسبر وبيتكلم معاها وكان باين عليه ان هو بيكذب في موضوع اختفاء مستر بي، فبتطلع هيكتور مسدس وبتهددهم عشان يعترفوا. وبنعرف ان مستر بي كان باعت لها رساله قبل ما يموت، وكان كاتب في الرساله ان الكاميرا اللي هو اخترعها اشتغلت، وبيقول لها كمان ان هو هيموت. وكان باعت لها صوره فيها الصاله بتاعت فين، وكان فيها الطاقيه بتاعته في الخلفيه، وكان في دم على الازاز. وكان قايل لها مستر بي ان هو بعد ما شاف الصوره دي عرف انه هيتقتل، وعشان كده هو حبس نفسه في البيت في المخزن. وبياخدوها وبيروحوا على المخزن، وبتعرف ان مستر بي ما ماتش عشان يتحدى المستقبل بسبب اللعنه، لكنه حصل له حادثه لما كان بيحاول يجيب حاجه من على الرف ووقع عليه المحلول الكيميائي وقتله. وبتقول هيتكر ان تاريخ الصوره اللي معاها تاريخ بكره. فبيتصدم فين وجاسبر لما عرفوا ان الكاميرا بتصور لابعد من 24 ساعه في المستقبل، ولكنها حاليا متبرمجه انها تصور 24 ساعه من الوقت الحالي، ومظبوطه على الساعه 8 بالليل. وفجاه بيطلع جاسبر المسدس وبيقتل هيكتور عشان هي الوحيده اللي عارفه موضوع الكاميرا، وبيسيبوها وبيرجعوا هما الاثنين على البيت. وفين ما كانش عاجبه ان جاسبر قتل واحده بريئه وانه لازم يمشي من البيت. وبتيجي الساعه 8 بالليل وبيتصور جاسبر وبيبقى قدامه الفلوس وهو قاعد على الكنبه، وبتروح كالي تشوف الصوره بتاعت بكره في الكاميرا. وبعدها بيظهر فين وكانت معاه شنطه سفر وكان عايز يهرب ويسيبهم. ولما راح بيت مستر بي بيلاقي كالي وجاسبر قاعدين متضايقين، وبيشوف فين في الصوره ان كالي بتعمل علاقه مع جاسبر وهو نايم على الكنبه قدامهم. وبعدها بيقعد فين مع جاسبر وبيوري له خاتم خطوبته اللي اشتراه من زمان عشان يتقدم لكالي. وبيلف جاسبر من وراه وهو بيتكلم وبيضربه على راسه وبيفقد الوعي، وبياخده على المخزن وبيربطه وبيكممه. وكان جاسبر عايز ينفذ اللي في الصوره عشان خايف من اللعنه. وبيروح جاسبر على البيت وبيفضل مستني لحد ما الساعه تيجي 8 بالليل. ولما بيطلع النهار بيفوق فين في المخزن، وبيقدر يحرق الحبال بالولاعه وبيفك نفسه، وبياخد مفاتيح الخزنه من جيب مستر بي وبيهرب على بره. وبيروح وبيملى جرد الميه وبيتصل على جاسبر وبيهدده، وبيقول له ان هو هيدلق الميه على الكاميرا عشان جاسبر يسيبه هو وكالي يعيشوا مع بعض في امان، ويسيبهم ويعيش هو في مكان تاني. فبيتصل جاسبر على كالي عشان تيجي، ولما بتوصل بيرفع المسدس عليها وبيهدد فين ان هو يقتل كالي، لكن جاسبر ما بيقدرش يعمل كده. وبتكلم كالي فين على الموبايل وبيقول لها تدور في جيب جاسبر، وبتلاقي الخاتم وكانت فرحانه. وبتاخد المسدس من جاسبر وبتفتح الباب لفين، وطبعا كانوا هما الثلاثه بس اللي في البيت. وبيقول فين لكالي تحضر شنطتها عشان يهربوا هما الاثنين ويبعدوا عن جاسبر، لكنه بيهجم على فين وبيضربه وبيمسك شاكوش وكان خلاص هيموته، لكن كالي بتضربه على راسه من وراه وبيموت في ساعتها. وبتروح على المطبخ تجيب تلج عشان جروح فين، وبيدخل وراها المطبخ وهي مش واخده بالها، وبيلاقيها بتدور في درج تاني غير درج التلج. ولما بيسالها بتقول له اي كلام وبتدخله الاوضه عشان يرتاح، وكان معاه التلج عشان يحطه على الخبطه. وكان ابتدى فين يشك ان كالي بتخطط لحاجه من وراه، وبيقوموا يروحوا وراها وهي مش حاسه بيه. وبيلاقيها واقفه قدام الشباك ومعلقه ملحوظات على الازاز. وبيعرف فين ان الكاميرا بتصور كل يوم صورتين من الصوره واحده، وكانت واحده الساعه 8 الصبح وواحده 8 بالليل. وبيسال كالي هي ليه خبت عليه حاجه زي دي، فبتعترف له كالي بكل حاجه. وبنعرف ان في البدايه كان في مشاكل كتير بين كالي وفين، وان فين كان دايما بيتصرف براحته من غير ما ياخد راي كالي في حاجه، وانها ما بقتش بتحس ان هو بيحبها زي الاول، وانها كانت عامله علاقه مع جاسبر من وراه، وان كالي اخدت بالها ان الكاميرا بتاعت مستر بي صورتها كذا مره وهي بتخون فين مع جاسبر لما راحت بيت مستر بي اول مره لوحدها، وانها خبت كل الصور دي، وان الصور دي هي المفقوده من على الحيطه، وانها عرفت ان الكاميرا بتصور صورتين في اليوم، وانها فضلت تخبي صور الصبح عشان لقت صور لنفسها كاتبه فيها على الازاز وهي بتتصور انها توقع الشماعه على الكنبه زي اللي حصل في الاول، وانها كاتبه كمان انها تخبي صور الصبح بتاعت الاسبوع اللي فات. فقررت انها تتواصل مع نفسها في الماضي بصور الصبح عشان فين ما يعرفش انها ورا كل ده ويعرف انها بتخونه، وان ده ممكن يساعدها انها تلاقي طريقه تخلي فين يرجع يحبها تاني زي الاول. وبيطلع انها اخر مره كتبت لنفسها انها تبدل صوره قتلها لجاسبر بصوره جاسبر وهم في علاقه مع بعض وفين نايم، وانها تقتل جاسبر وتنقذ فين حبيبها. وبعد ما بتعترف كالي بكل ده فبيقرر فين ان هو مش عايزها وعايز ينفصل عنها، وبيقول لها كمان ان كل اللي عملته ده غلط وانهم لازم يدمروا الكاميرا، لكن كالي بتضربه بالمسدس وبتموته وبيمسح الدم بايده على الازاز، وده اللي كان في الصوره بتاعت هايتكر. وبعدها بتعلق كالي رساله لنفسها في الماضي وبتقول لها انها ما تحكيش لفين على الحقيقه، وكانت بتعمل كده عشان ما تقتلش فين في المستقبل. ولكن فجاه بيظهر جو الظابط وبيدخل البيت وبيلاقي جثه جاسبر وفين، وبيحاول يقبض عليها وبتمشي فعلا معاه من غير ما تقاوم عشان عارفه ان نفسها في الماضي هتصلح كل ده، لكن الرساله بتقع من على الازاز على الارض وبتجري كالي عشان تعلقها تاني، لكن جو بيلحقها وبيكتفها. وساعتها بتصور الكاميرا الصوره بتاعت اليوم التاني واللي ما فيهاش طبعا الرساله بتاعت كالي، وبكده مش هتقدر كالي تنقذ فين ولا تنقذ نفسها. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.